السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة هوريكم الشغل بتاعنا وصلنا فيه لحد فين في التنجيد. طبعا في الفيديو اللي فات كنت مصوره لكم النجارة، كنا لسه مشتغلناش تنجيد خالص، شفتوا نوع الخشب واتكلمنا عن شوية تفاصيل. وفي الفيديو دوت هنكمل باقي كلامنا وهنقول على الخامات اللي استخدمناها في الطقم دوت. طبعا خاماتنا واحدة ما بتتغيرش، فالناس اللي متابعانا عارفة احنا حاطين ايه كخامات يعني، فبس هنعرف الناس الجديدة اللي داخلة على الفيديو لأول مرة. طبعا دولت كنبتين، انا كنت مفكره في البدايه في الفيديو اللي فات قلت ان هم ركنه، لكن هم كنبتين منفصلين تمام. وكل كنبه فيها سرير، هتشوفوا معانا في الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله السرير وهو بيتفتح وبنفرد عليه المراتب بتاعته وبنفتحه سرير يعني تمام. الكنبه اللي انتوا شايفينها ديت، الكنبه ديت في دراع من الجنب والجنب التاني ما فيهوش دراع، ده طلب العميل تمام. زي ما انتم شايفين كده القماش بتاعنا قماش كتان، وعندنا شويه تفاصيل كده وضحتها لكم في التصوير، اللي هي الخياطه الجنس اللي بتبقى على حرف الدراع كده. الاماكن اللي فيها خياطه بتبقى ماشي عليها خياطه جنس في قصادها، يعني بتبقى عاطيها شكل حلو كده عند الدراع. وفي كمان الكسوه بتاعه الشلت دي كده، الكسوه بتاعه الشلت هي كده حاليا متخيطه وعلى التلبيس على طول. طبعا بصوا الشغل السوست والكلام دوت انا كنت موريه في فيديوهات قبل كده. السوسته بتبقى واخده من فين لفين عشان تبقى سهله في ان احنا نلبس الكسوه ونخلعها بمنتهى السهوله، ما تضايقناش في اللبس يعني والخلع بتاعها تمام. فاحنا عندنا هنا السفنج بتاعنا سفنج هايبر كثافه 45. السفنج الهايبر اتكلمنا على مميزاته في فيديوهات كتير سابقه، اللي ما شافش الفيديوهات دي يقدر يرجع لها، وكان لسه من قريب كنا متكلمين على السفنج الهايبر تمام. عندي هنا سفنج هايبر كثافه 45 وفوق منه طبقه فايبر رول، وبعد كده بنلف بالعبك الكسوه العبك، نخيط بالخيط الغزل، وبعد كده بتتلبس الكسوه بتاعتنا اللي هي قماش الكتان بتاعنا تمام. عندي السفنج بقى بتاع الظهور والدراعات، ده بيبقى سفنج 5 سنتي، والكثافه بتاعته بتبقى 36 40 يعني على حسب اللي بنلاقيه عند التاجر. بنجيب كميه كبيره منه، بنجيب اعلى كثافه موجوده عند التاجر، والمصنع ساعات بينزل صفقات كده فبناخدها كلها بتتحط عندنا وبنشتغل منها تمام. زي ما انتم شايفين كده التفاصيل. الدرج هنا احنا قلنا، او السرير قلنا سرير درج بيتسحب لبره، والخشب اللي هو الواح كده ملل، مش السرير الميكانيزم. الحاجات دي هتتصور ان شاء الله بعد ما تتفنش في الفيديوهات الجايه، هتشوفوها هنا وهتشوفوها على قناه فنون التنجيد. طبعا لو في اي تفاصيل انا بنسى اقولها في الفيديو ممكن تكتبوا لنا في التعليقات، او تبعتوا لنا على رقم الواتساب بتاع زوجي اللي بسيبه تحت في الوصف. وان شاء الله هسيبه لكم هنا على الشاشه عشان اللي مش بيعرف يدخل على الوصف. بس ده كان الفيديو بتاعنا، ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك في القناه.